أما المجاهيم والمغاتير فحجت جميعا وراحت على المجاهيم ابن الفصام وحنا عند خريص والأمير متعب مخيم في قرية من جنوب الواحد من سبيع ولا ذا الفصام جاينا وسلم على الأمير وتغدى معه وقال يا طول العمر أنا أبي من الله ثمنك أنك تدخل البل وتأخذ اللي تبي ودك من المغاتير ودك من المجاهيم. قال الأمير ما المغاتير ما لي فيها نظر أنا أبي المجاهيم. وأول من قناه المجاهيم من آل سعود أول من شرب من آل سعود متعب عند خوي له هويش اللي من الهواشمة الفريان وقام يشري لها ابن ما هي مع العرب من بن الناس خابره ومن الهوام له وجاء عنده ابن ما هي مع العرب وقاموا العرب عقبها يشرون. ويوم جاء مرة جانا الفصام وقال لا طالبك يا طول العمر انك تدخل البل وتختار. قال ولا البل مفلح ابن الفصام مغاتيرها ومجاهيم. قال بنتغدى ولا تغدينا وجاء في العشر احسن. ويوم تغدينا وهم يمرون علىها مربعه وفي المكان حفاه وهم يصيحون عليها. ما اداني الصوت ابن الفصام ما اداني الصوت. ويوم يصح عليها الامير والفصام وانا مع الامير وهم يصيحون عليها. يوم صح عليها قلنا مع المغاتير ما هي بتروح وهي تجي كذا اللي كان خشوم مجاهيم. والله المغاتير يا براح ولا المحل بعيد مراحة بعيد عز الله انه من لو انه في تثليم لو انه في الوادي يخليك حاله مصور ولا يوم راحت المغاتير شوي يوم خذنا شوي اما لا يوم جاتها لا اللي كانها خشوم والله هي خبط يداها وتمر علىها وتوقع في العجبة والله ما بعد جات المغاتير. البل طال عمرك عطايا ما في هبل لكن في هبل تعورت ذاك اليوم تعور ومطبع على ابو فهد لا صاح نجينا في المزرعه قال اصبروا خلاص وصورنا قال ما ادري ايش يسوي صح لها ملام غدت تقلبت اقطارها ملام ما تثبت بعضها. نعم البل تدريب ولا المجهم لما انا كفرت خلاص العاد لا يردها على مو عاد تلحق ولا لا اله